السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض حواوشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير ورق فويل ولا مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. وفي البداية ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويلا بينا يا احلى اخوات نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. معايا نص كيلو من اللحمة تكون فيها نسبة من الدهون، ومعايا البهارات عبارة عن معلقة بابريكا ومعلقة 7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر وبهارات حواوشي وفلفل وكمون وطبعا الملح، وممكن تزودي معلقة شطة لو انتي بتحبي سبايسي قوي. ومعايا ومعايا فلفل زي ما احنا شايفينه، مزودة قرن فلفل حراق، طبعا الاختيار يرجع ليكي. ومعلقة من الزبدة بتفرق جدا جدا في طعم الحواوشي. وكمية بسيطة كمية تكون اسفة تكون كويسة من البصل، ده حوالي كيلو، وقطعته زي ما احنا شايفين، وهبدأ افرمه ناعم جدا في الكبة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة وفي ثواني هتكوني محضراه، مش بياخد وقت ولا مجهود، والطعم اللهم بارك بيطلع حكاية. امشي بس على المقادير كده. ولو انت عايزاه يبقى فيه طعم الفحم بتولعي فحماية وبعد ما الحواوشي يستوي هتبدأي اللي انت تحطي في حاجة وتغطي عليه وتحطي الفحمية. طبعا انا بوريكم هنا اللي انا نعمت البصلايه، وهنا برضو الفلفل هضربه، وطبعا بس الفلفل هنعصره من المية زي ما احنا شايفين كده، وهنشيل منه اي سوائل خالص. بعد كده هحط اللحمة، هحط كل المكونات على بعضها، والبصل منعمينه كويس جدا عشان الناس اللي بيحبوش البصل كده، فالافضل ان احنا ننعمه زي ما احنا شايفين كده. وهحط طبعا الفلفل. مين لسه ما صلاش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحط اللايك والاشتراك وكومنت جميل؟ يلا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا حطيت الفلفل ومعلقة الزبدة، بجد بتفرق معاه جدا وتديله طعم اللهم بارك خطير. وهنا هحط البهارات وهبدأ اللي انا ادمج المكونات كويس جدا. الحوشي او الكفتة او الحاجات اللي فيها لحوم بالطريقة دي لازم ندمج المكونات مع بعض كويس جدا، يعني حوالي 5 دقايق 10 دقايق اعملي فيهم لغاية ما يبقى لها عرق كده وتبقى كل المكونات اختلطت مع بعضها كويس جدا. وطبعا هنسيبها حوالي نص ساعة تاخد وتدي كده مع البهارات وكده، ويبقى طعمها جميل. وبعد كده هنبدأ اللي احنا نحشيها. وهنا بعد ما سبتها شوية خلاص غطيتها وسبتها على جنب شوية. وبعد كده هنبدأ بقى اللي احنا نجيب عيش بلدي جميل كده يكون صابح وتعرفي تفتحيه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا بتنقيه تقولي له عايزة عيش حواوشي وتنقيه وتبدأي اللي انت تفتحيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض بكل سهولة. طبعا هنبقى نعمل مع بعض برضو ان شاء الله بإذن الله حواوشي اسكندراني، وهعمل طريقة العجينة معاكم بإذن الله. ابدأي بقى احشيه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا الكمية ديت نص كيلو من اللحمة هيعمل معايا 8 ترغيفة كبار زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ما شاء الله الرغيف مش صغير، الرغيف كبير هيعمل معايا 8، لكن لو العيش الصغير ممكن يعمل معاكي 12 رغيف. وهنا خلصت الكمية وهبدأ اجيب صاج معايا وهدهنه زيت كويس جدا من تحت. هتحط كمية كويسة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهبدأ ارص الحواوشي وهتدخليه الفرن على درجة حرارة 200. واول ما ياخد معانا لون من تحت هنبدأ اللي احنا نقلبه الناحية التانية، او ممكن تشغلي عليه الشواية، بس الافضل عشان اللحمة تستوي وياخد وقته في الفرن ويكون مستوي كويس جدا. احنا هنبدأ اللي احنا اول ما يحمر من تحت هنبدأ اللي احنا نقلبه الجهة التانية عشان ياخد برضو نفس اللون ويستوي وتكون اللحمة مستوية معانا كويس جدا. وهنا برضو عملت الباقي من زي ما احنا شايفين، وطبعا بندهن وشه برضو زيت. وهنا دخلته الفرن وهسيبه تقريبا بياخد معايا من ساعة الا تلت تقريبا يعني. وهنا خلاص طلعته، شايفين الشكل عامل ازاي؟ اللهم بارك بيتكلم عن نفسه ومستوي كويس جدا ومحرمش. كنت عايزة اسمعكم الصوت.
بس طبعا كان التلفزيون شغال وكده فما كانش هينفع ان انا افتح الصوت. بس ما شاء الله بيبقى جميل جدا، ولا هو ناشف قوي ولا هو طري قوي. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله اللحمة مستوية وجميلة جدا، والشكل بيتحدث عن نفسه. اتمنى تجربي الوصفة بتاعتي وطريقتي في الحواوشي، هتعجبك جدا. وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. وهنا قدمته مع ليمون اللي احنا عاملينه مع بعض في فيديو فات، ليمون بعصفر طعمه اللهم بارك حكاية، وزبدة. وقدمته معاه طحينة، ممكن تقدمي معاه كاتشب كمان. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.